مين يصدق ان الجمال دوت كله يطلع من الجزر؟ يا نهار ابيض على السنين اللي ضاعت فلوسنا فيها هدر. تعالوا بينا بقى نعمل التحفة الفنية دي سوا كده مع بعض، وشوفوا متماسك وتحفة التحف. وطعم المشمش مش جزر بس، وطعم الجزر مش باين خالص يا جماعة. تعالوا نشوف احنا عملنا قمر الدين اللي بالمشمش ده ازاي ومتماسك معانا ومش بيلزق. وبصوا بنفرده وبنتنيه وكله زي ما انتوا شايفين كده اهوت، كل حاجة في الكاميرا باينة موضحة قدامكم وبيتقطع زي الجاهز بالظبط. احنا عملنا كل وصفات رمضان هنا معانا على الصفحة كل حاجة. يلا لايك وشير ومتابعة للصفحة ونصلي على النبي في الكومنتات كتير، ويلا بينا ندخل في الوصفة بتاعتنا. معايا هنا كيلو جزر قشرته وقطعته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام كده. حطيت عليه نص كيلو من السكر. وعلشان الجزر انا مقطعاه قطع لازم احط عليه فنجان من الميه. هبدا ارفعهم على النار بقى بعد ما حطيت هنا الميه، من غير تقليب ومن غير اي حاجه، يا دوب بس كده هغطيه وهروح جاي رافعاه على النار وهسيبه على نار تكون وسط اقل من الوسط شويه، بحيث ان ان السكر يعني ايه ما يتحرقش معايا. تمام. هنا بشوفه اهوت. سبته المدة بتاعته كلها خالص، كل شوية اروح اقلب عليه علشان ايه؟ لو السكر يتكرمل معايا فيتحرق. فابقى ضامنة ان هو ايه. تمام. لحد ما استوى وبقى خلاص ال النسيج بتاعه كده اتهرى مع بعضه. سبته لما برد خالص عشان انا ما عنديش هاند بلندر افرم بيه. حطيته هنا في الخلاط، جيت افرم لقيته مش سهل ان هو بيتفرم معايا يعني. فحطيت ربع فنجان من المية عشان يمشي معايا الخلاط، وكان بالشكل الجميل دوت. كان يعني ايه مهري زي ما انتوا شايفين كده وبوري، يعني ما فيهوش اي تكتلات. تمام. فاحنا مش هنوقف نفسنا على حاجة. عندي الكبة مفيش مشكلة، بس الخلاط بيفرم اكتر من الكبة. تعالي بقى قبل ما نحطه على النار نشوف احنا هنعمل ايه، عشان احنا عايزين نبخر كل المية اللي احنا ضفناها فيه ديت قبل كده. هحط هنا 3 معالق من النشا، وهحط عليهم ربع كوبايه من الميه. خدوا بالكم كل الميه اللي انا بضيفها دي هبخرها على النار دلوقتي. تمام، ما نقلقش. ضفتهم هنا في الحله على الجزر بعد ما اتفرم كده. احنا لسه ما عملناش اي حاجه خالص اهوت، احنا يا دوبك سوينا الجزر بس مع السكر. تمام كده. قلبته كده مع النشا لحد ما كله اندمج في بعضه. قبل ما ارفعهم على النار بقى بجهز الصينيه بتاعتي كده. جهزت صينيتين اتنين، حطيت فيهم اكياس نايلون، اللي هي اكياس التلاجة بتاعت اللبن، ورحت جاية ايه دهنة عليهم كده بدهنة زيت. مهم الخطوة ديت يا جماعة عشان نعرف ايه نخرج قمر الدين بعد كده من الكيس. تمام كده. تمام زي الفل. تعالوا بقى رفعت هنا الجزر على النار، وحطيت هنا معلقة عسل كلوكوز. ما عندكيش عسل كلوكوز ما فيش مشكلة، نقدر نستغنى عنه. هقلبه هنا بقى كله مع بعضه كده علشان يسيح. خدوا بالكم انا حاطه كده الخليط كله على النار، فاي حاجه بضيفها بتتعرض للحراره، فزي العسل كده ما هو ساح معايا بكل سهوله. والنشا خدوا بالكم برضو نفضل نقلب فيه باستمرار كده. حطيت هنا ليمونه، دي المادة الحافظة. طبعا الحاجات دي على مراحل، يعني بقلب شوية يستوي شوية واروح جاية حاطة مثلا عسل الكلوكوز شوية، واروح جاية حاطة الليمونة كده، يعني علشان ايه ابخر كل المية اللي انا حطيتها فيه. عايزاه يستوي ويبقى تقيل جدا، عشان تقله ده اللي هيخليه قوامه معايا زي ما انتوا شفتوه في البداية. لا بيلزق ولا بيسيح ولا الكلام ده خالص، وما حطيتوش في التلاجة خالص. المهم بخرت شوية النار منه وسويته حبة حلوين كده. ورحت جايه ايه حطيت هنا الطعم بقى بتاع ال المشمش اللي هو بيبقى في قمر الدين. جبت هنا علبتين من الجيلي بتاع المشمش ده. اكتسبت من الطعم جيلي المشمش. تمام. عايزين نجيب اسانس اللي هو مشمش مفيش مشكله، بس انا بصراحه سالت عليه ما لقيتهوش خالص. تمام. وطبعا مش هيبقى مستحب قوي يعني بالجزر. لو مش عايزين تضيفوا مش ممكن تعملوه بأي طعم تاني مختلف. حطيت هنا كيسين المشمش في قلب نص كوباية مية، ورحت جاية مقلباهم مدوباهم كده وضفتهم في الحلة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. هفضل بقى اقلب لحد ما يبقى بالقوام ده. ناخد بالنا من الفقاعات دي عشان بتحرق يا جماعة. بصراحة جت في وشي كذا مرة يعني. هقلب بقى هنا لحد ما يتقل معايا خالص. لسه في معايا مكون كمان.
اول لما الاقيه تقل بالشكل دوت، خدوا بالكم هو على النار فسايح برضو، القوام بتاعه مش باين قوي. هنا الحمد لله كان النور قطع معايا فوقفتهم كلهم بالكشافات حواليا. جبت هنا 3 معالق من الجيلاتين. يعني انت حطيتي دلوقتي نشا وحطيتي جيلي وهتحطي كمان جيلاتين، ايوه، عشان هو ده اللي هيدينا القوام المتماسك اللي احنا شفناه في البدايه، مفيش حاجه نستبدلها بحاجه. تمام. ضفت ال3 معالق الجيلاتين هنا في ربع كوبايه ميه مغليه ودوبتهم كده، ورحت جايه حطاهم على الخليط بتاعي زي ما احنا شايفين كده. وبرده هفضل اقلب لحد ما القوام بتاعي يتبخر منه كل الميه اللي فيه. حتى شوفوا انا وانا بقلب هتحسوا ان الارضيه بتاعته اهيت بتبدا ان هي تلزق. هو ده القوام الجميل اللي المفروض ان احنا نوصل ليه. ليه بقى؟ علشان ما يبقاش ملزق معانا. وخدوا بالكم ان انا مش هحطه خالص في قلب التلاجة، عشان لو حطيناه في التلاجة هنلاقيه بيلزق، مش هنعرف نتعامل معاه خالص ولا نعرف نمسكه، هنلاقيه بيسيح معانا وعمال بيتفرفت. ف ده المكونات اللي هتديك القوام الجميل اللي انت شفتيه في البدايه. تتنيه تفرديه تطبقيه يبقى معاكي مرن جدا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. يعني انا حطيت عليه ايه؟ النشا، 3 معالق نشا، حطيت عليه 2 جيلي، حطيت عليه ليمونه متصفيه، حطيت عليه 3 معالق من الجيلاتين. تمام. ما نستغناش عن حاجه في دول يا جماعه. هنا فردته كده في قلب الصينيه. طبعا انا حاطه في المعلقه اللي انا بفرد بيها ديت زيت علشان اعرف افرده كويس وما يلزقش معايا في ظهر المعلقه زي ما احنا شايفين كده. حاولت ان انا افرده على قد ما اقدر، وخليت سمكه مش تخين زي ما انتوا شفتوه في البدايه كده. السمك بتاعه نفس اللي احنا بنشتريه من بره، مش لا رقيق قوي ولا تخين قوي. تمام. المرحله بقى اللي المفروض ان انا هوصل ليها زي ما شفتوه في البدايه، هسيبه على الرخامه على ترابيزه السفره من غير ما يتغطى منه للهوا كده على بال ما ينشف. خد مني يوم ونص بالظبط. يعني على بال ما نشف. لو حطيناه في التلاجة او حطيناه في الفريزر باكد عليكم تاني اهوت هنلاقيه بيلزق معانا ومش هيبقى قمر الدين خالص، هتحس اللي هو مهلبية. تمام. دي عن تجربة، انا بقول لكم والله شهيد وكيل عليا، دي عن تجربة. هي دي المكونات اللي نجحت معايا 100%. عشان انا لما استغنيت عن الجيلاتين المرة اللي فاتت وطبعا صورته ومرضتش انزله لكم لاني ما عجبتنيش النتيجة بتاعته، ما كانتش مرضية بالنسبة لي. عملت تاني الوصفة وحطيت عليها نفس المكونات اللي انت شفتها دي، نجح معايا 100% زي ما انتم شايفين. وربنا شاهد عليا ان انا بطلع لكم الحاجة تكون مظبوطة 100%. تمام. بقطعه قدامكم اهوت عشان تبقوا شايفينه. يعني انا بصراحة مبسوطة جدا من النتيجة. حطاه على الرخامة، حطاه على ترابيزة السفرة، مش هيقولك لا خالص، وهيبقى معاكي زي الفل. تمام كده. طبعا هبقى اصور لكم فيديو وانا عاملاه لكم هلبية وعاملاه لكم عصير وعاملاه لكم باصناف كتيرة جدا. هنا بحاول ان انا احطه في اكياس كده علشان نعرف نخزنه. انا طبعا العادي اللي انا كنت بشتريه جاهز كنت بحطه على رف في المطبخ، ما بحطوش في التلاجة للامانه. طول شهر رمضان ما بحطوش في التلاجة، لان لما بحطه في التلاجة بيمسك في بعضه، الجاهز بيمسك في بعضه، وعبال ما باجي اسيحه ولا حاجه بياخد وقت. فانا برضو هحطه في المطبخ، مش هحطه في التلاجة خالص، لان انا حاطه له مادة الحفظ بتاعته الليمون، فمش هخاف عليه ان هو يبوظ، مش هيبوظ ابدا. تمام كده. ويا رب الوصفة تكون نالت اعجابكم، وما تنسونيش من اللايك والشير والمتابعة للصفحة، وما تنسوش كمان تقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد. بيساعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم. وهوريكم اهوت وانا بقطعه نفس الجاهز بالظبط. يعني بصوا اهو يا جماعة، ما نستغناش عن اي حاجة في المكونات اللي احنا ضفناها، ما نستغناش عن اي حاجة، كل المكونات دي مكملة بعضها اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة، وتدوقيه نفس طعم الجاهز بالظبط اللي احنا بنشتريه من بره. دلوقتي مش عايزة اقول اسماء، بقت ب105. اكيد انتوا وصلتوا